صباح الخير لرؤساء الأحزاب، أعضاء المجلس العام، ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في عيدنا الوطني، عيد نوروز، بمشاعر مفعمة بالأمل والفخر وبإرادة تستمد عراقتها من عمق التاريخ وتباشير الربيع التي ترسم آزار آمالنا وتطلعاتنا. وبحلول عيد نوروز، هذا العيد الذي يجمعنا اليوم على مبادئ وقيم الحرية والإنسانية والسلام، نوروز شعلة الحرية والسلام والديمقراطية، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة هذا اليوم العظيم الذي يجمعنا لنوقد معنا شعلة نوروز. هذه المسيرة الطويلة الحافلة بالجهود والتضحيات التي قدمها الشعب الكردي على مر التاريخ، وفي هذه المساحة الآمنة التي تجمعنا مع جميع المكونات السورية التي نتفق معا على نفس المبادئ والآمال لبناء مستقبل يليق بتضحياتنا جميعا. وفي هذه اللحظات التاريخية والمفصلية من تاريخ سوريا، وباسمكم جميعا وبحضوركم نستذكر جميع شهداء الحرية الذين وهبوا حياتهم لنقف اليوم وقفة العزة والكرامة لنحتفل بنوروز التجدد والربيع والحرية. نحن لا نحتفل لأول مرة منذ عقود طويلة، ونحن نحتفل بعيد نوروز رغم كل المحاولات الإقصاء والتهميش والسياسات التعسفية التي مارسها نظام البعث الاستبدادي، إلا أن شعلة سليمان محمد آدي الذي وقف في وجه القصر الرئاسي وقال إن نوروز هو حق وطني، ويوما يستوجب أن يكون هناك قرار بهذا اليوم ليكون هناك احتفالا في سوريا. لذلك كان إرادة الشعوب وإرادة الشعب الكردي هي أقوى من آلات القمع التي مارسها النظام البائد، فنوروز أصبحت شعلة تضيء وتنير تاريخ سوريا ومكانة رفيعة بين كل المكونات السورية وفي وجدان الوطن السوري. لذلك نؤكد من خلال هذا الاحتفال الذي نجتمع اليوم جميعا، والتي نؤكد معا أن خلاصنا المشترك هو عبر عمل المشترك لكل المكونات السورية من أجل مستقبل مشرق يجمعنا جميعا في المساواة والحرية وتثبيت الحقوق دستوريا، وأن المرأة السورية أيضا أيقونة نضال وكفاح، وهي شريك أصيل في بناء سوريا، فاستبعادها من مراكز صنع القرار سوف يكون نتائجها وخيمة على الشعب السوري. نؤكد هنا جميعا أن نوروز هذه المناسبة الوطنية هو إرادة التغيير ونداء من أجل النضال الوطني المشترك، وليكن نوروز هذا العام هو نيروز خير وسلام على الجميع. رغم أننا نمر بمرحلة تاريخية من تاريخ سوريا، وما زالت سوريا تعاني الكثير من العثرات والمخاضات، يتطلب منا وقفة جماعية وشجاعة لكي نضع أيدينا بأيدي بعض من أجل بناء مستقبلنا. وليكن هذا النوروز وهذا العام الذي نستقبله بخير وبركة يكون جسرا للمحبة والسلام ونقطة انطلاق نحو
ضمان حقوق كافة المكونات السورية. لذلك نحن كمجلس سوريا الديمقراطية مستمرين بنضالنا من أجل تحقيق سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية تليق بتضحيات شهدائنا وجهود الجبارة التي نقدمها نحن جميعا ككرد وعرب وسريان وأشور وأرمن وتركمان وشركس وإيزيديين. فهذا نوروز سوف يكون محطة مهمة جدا في نضالنا المشترك. لذلك بهذه المناسبة العظيمة نبارك الشعب الكردي وأبناء سوريا وكل المكونات السورية ونقول لهم نوروز وبيروز با، نوروز مبارك على الجميع. وهنا أبدأ بكلمتين بالكردي لأن هذا اليوم يحمل الكثير من المعاني بالنسبة لنا. نوروز و هر سالو گشبه و با آگرو برخدانیا آگود دیروکا گلی کردا هرتم بتکوشینک به هم پاهاتی مشاندن. ام وی نوروزه بکن نوروزا آزادیه و نوروزا آشتیه و نوروزا سوریه کنو اگوام حمیجی جبوه تکوشین دکن جبو آرامیا سوری بتکوشینا ما و ببرخدانیا ما و بخباطا ما یا هفبش اگوام ددن مشاندن و بر و آرامی بچه جبوه جی بدلن گرمین شهیدن آزادیه و بدلن اسیرن ایگو بندا آزادیه نا و بتللین داییکا و حسکرن و هیوین وان اما ایرو جی اگره نوروزه به هفرا گش بکن اگره ایگو هرتم ده سرنسری دیروک دمایی و حتی روژا ایرو جی و دوام بکه و اما هرتم مش علایا نوروزه تکوشینا خوا دوام بکن لهر دور دنیای کسی گوم مرا ویرو جی پیروز دکن و همان دمه دا جی گلک پیکاتای جی هنوین نوروز جی پیروز دکن ام جبو وان جید بیجن نوروز و پیروز با نوروز محمیا پیروز با نوروز سالا نویا هیوین نویا و سالکی سرکفتی جبو محمیا نوروز و پیروز با ام به هفرجی اگری نوروز گش بکن همان دمیجی بدلن اسیر مائي وليدة جبو آزادية. لنبدأ دقيقة صمت على أرواح الشهداء وأيضا الحرية للأسرى الذين نتمنى أن يكونوا معنا هذا اليوم العظيم الذي نحتفل بهذه المناسبة الوطنية. لذلك نقف معا دقيقة صمت على أرواح الشهداء. جشن نوروز اللواء والحمو قال كرد بيروز به والحمو قال رجلات النافين بيروز به نوروز روجا كينويا اف روجا نو بسالانه ب قال كرد وقال هريم بيروز دكن روجا نوج بندستي شو سر آزاد بونه يعني روجا كي آزاديه در کتنه ملت الحمو داره نوروز پیروز دکه معنای کیوی واته کیوی هه دالیه کی دا جوه ظلمه هم خلاص بون بر و آزادی چون جبوی گل سوری و نوروز هم بکن نوروز آزادی سیستم بعث چو سیستم کی دموکراتیک امنها کانو بهم هفدر آوا بکن همو گل سوری به هفدر
de azadî de û dewê de bi hevdira kanî ve jiyan bike. Ne tenê gelê Sûrî, em bikin rojhilata navînekî azad ku gel kanî be her kesek xwe tebîr bike û kanî be bi vî rengî Newruz pîroz bike. Care din Newroza gelê Sûrî pîroz be, Newroza hemû pêkhatiyên Sûrî pîroz be, Newroza gelê rojhilata navîn pîroz be. Yeah.